الايش؟ هنا خطأ من البداية. طيب هو أعطيته أحد فرصة. الخطأ للاتفاق وليس الخطأ للاتفاق. شوف الخطأ من البداية. الخطأ للاتفاق من البداية، إعثار المنافس، إهمال، كان يجب المساعد مع الحكم هنا بعد ما تعدت الكرة. يعني أنت تشوف في خطأ الاتفاق. خطأ الاتفاق، استمر باللعب، احتسب ركلة جزاء غير صحيحة. يعني ما فيها دفع. يا الأستاذ عبد الله، ركلة الجزاء مش بالسهل، كان يجب التريث، ليس أي احتكاك، ركلة جزاء، وضع اليد على المنافس دون دفع في إعادة تجي من الخلف أوضح بكثير. هنا الخطأ اللي تكلمنا عنه. يعني هو حط يده على اللاعب لكن ما دفعه برأيه. ما دفع. استمرارية اللعب هو القرار الصحيح. لو كل من وضع يده في الكورنر، في الكرة الثابتة أو الكورنر، خرجنا ببلنتيات كثيرة. بس ممكن يكون الصوت المقابل اللي يسألك يقول لك إنه يده على الجسم وطلعت يده رجع، معناته في دفع. هذه كرة قدم يا أستاذ، مش سلة. كرة قدم مش سلة، ترى هذا لو كان في السلة معك حق، حتى لو في أي جزء من الملعب. الرياضيين يفهمون كرة السلة ما تقبل أي احتكاك. يعني هذه كرة قدم. اللقطة هذه إنه بدايتها كان في خطأ للاتفاق. بداية اللعبة كان خطأ للاتفاق. يعني خطأ لم يحتسب لم يحتسب الخطأ للإهمال للاعب الساقط من الأهلي. استمر اللعب، احتسب ركلة جزاء غير مقبولة من حكم دولي. طيب. ايوه، نشوف هدف الأهلي. نشاهد الحكم الآن أمر باستمرار اللعب. الآن خطأ على تيسير الجاسم، أمر باستمرار اللعب، ورجعت الكرة تيسير وسجل هدف. أعطى الحكم مبدأ تحت فرصة. نعم. وهذه منطقة الآن ممنوع أنك تعطي فيها تحت فرصة، منطقة ضيقة، المدافع مش مسيطر على الكرة، قدامه عدة مهاجمين، فيجب احتساب خطأ هنا. طيب إتاحة فرصة هنا خطأ، بدليل الآن استفاد اللاعب وسجل هدف. نعم. يجب على الحكم احتساب الخطأ للاتفاق وليس يعتبر هدف غير صحيح. إتاحة فرصة ضعيفة طبعا.